ملخص مباراة ريال مدريد والبايرن اليوم بدوري أبطال أوروبا 2025-2026. شهد الشوط الأول تفوق واضح للفريق الألماني من حيث الاستحواذ، بينما تفوق الفريق الملكي من حيث التسديدات الخطيرة. وفيما يلي تفاصيل إحصائيات الشوط الأول: استحوذ ريال مدريد على 39% من الكرة مقابل 61% استحواذ للبايرن. سدد الريال 9 كرات مقابل 5 كرات للبايرن، جميعهم خارج المرمى. مرر ريال مدريد نحو 190 كرة صحيحة مقابل 230 كرة صحيحة لبايرن ميونخ. وبلغت دقة تمرير الريال إلى 87% مقابل 93% دقة تمرير للفريق الألماني. حصل ريال مدريد على ركنيتين مقابل 5 ركنيات للبايرن. حصل أوريليان تشواميني لاعب الريال على كرت أصفر إنذار في الدقيقة 37 من عمر اللقاء. أهداف مباراة ريال مدريد والبايرن اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 جاءت كالآتي: سجل لويس دياز الهدف الأول للبايرن في الدقيقة 41 من عمر اللقاء. سجل هاري كين الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.